الجزء الثالث والأخير من رواية الأمير الصغير. عندما حان وقت رحيله قال الأمير الصغير إنه سيعود إلى كوكبه، فقد ترك زهرة هناك، وهي زهرة متكبرة لكنها جميلة، وكان يحبها رغم تعاليها. تلك الزهرة جعلته يشعر بالمسؤولية، وقال: أنت مسؤول عن وردتك. بدأ الأمير يشعر بالحنين إلى كوكبه وإلى غروب شمسه الذي كان يراه كلما أراد فقط بتحريك كرسيه. أدرك كم كانت وردته مميزة رغم أن الأرض فيها آلاف الورود، لأن تلك الوردة هي التي سقاها ودفأها وأنصت إلى شكواها وحماها. وفي النهاية أخبرني أنه سيسمح للأفعى أن تعضه كي يعود إلى كوكبه. لم أفهم، لكني احترمت رغبته. في الليلة الأخيرة جلس معي وتحدث بهدوء، ثم مشى بعيدا. وفي الصباح لم أجد جثمانه، لقد اختفى، كأن الريح حملته إلى كوكبه. ومنذ ذلك الحين كلما نظرت إلى النجوم أشعر أنه هناك يضحك، ونجمة واحدة من تلك النجوم هي موطن الأمير الصغير. وإن صادف أنك يوما رأيت طفلا ذا شعر ذهبي يسأل عن خروف، فأرجوك لا تتركني أنتظر طويلا. علمني أنه قد عاد. أتمنى أن تكون الرواية نالت إعجابكم. ادعمونا بلايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.